شنو هو العلاقه ديال فيتامين دي بالسرطان؟ كيكون تشنجات، نقص في المناعه، كيكون خلل في الدوره الدمويه، هشاشه. الفيتامين دي مهمه بزاف في الجسم ديالنا. السلام عليكم. واش كتعرفوا شنو هي الفيتامين دي وشنو هو العلاقه ديالها ببعض انواع السرطان؟ الفيتامين دي كتقوم بادوار متعدده. اولا صحه العظام والاسنان عن طريق العمل اللي كتقوم به مع الكالسيوم ومع الفوسفات. ثانيا الصحه ديال العضلات. ثالثا الصحه العقليه والدماغيه. رابعا الصحه ديال العامه عن طريق المناعه اللي كتطلع هي الدوره ديال المناعه. وخامسا العمل الجبار اللي كتقوم به الفيتامين دي فيما يخص توالد وتزايد الخلايا وكذلك الموت المبرمج ديال الخلايا. ملي كتجينا الفيتامين دي كتجينا اولا عن طريق الاشعه الشمس اللي كتنشط لنا بعض المواد على مستوى الجلد. الطريقه الثانيه هي من التغذيه. كاين مواد غنيه بالفيتامين دي بحال الكبد، السرديل والصفر البيض. اشنو هما الاعراض ديال نقص الفيتامين دي؟ اذا الاعراض على مستوى العظام والاسنان، هشاشه. على مستوى العضلات كيكون تشنجات، بالاخص الناس اللي كيفيقوا بالليل يتجمع لهم الميسكل ديالهم ممكن تسمى بالكلاكاج. على مستوى المناعه نقص في المناعه. على مستوى الدوره الدمويه كيكون خلل في الدوره الدمويه. وعلى مستويات مختلفه خاصه الصحه الدماغيه والصحه العقليه. ولكن المهم في هذا الشيء كامل هو اشنا هو العلاقه ديال فيتامين دي بالسرطان. كل ما يمكن نفهموه في العلاقه بين فيتامين دي والسرطان، نقص الفيتامين دي عنده علاقه مباشره بالسرطان، وخاصه بعد سرطانات الجهاز الهضمي. كاع الدراسات كتقول بانه الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي هما عرضه اكثر للسرطانات ديال الجهاز الهضمي، خاصه المستقيم والقولون. الفيتامين دي مهمه بزاف في الجسم ديالنا. الخمول والعجز وتبقى مخبي في الدار بزاف راه ماشي مزيان. خاصنا 10 حتى 20 دقيقه يوميا ديال الشمس. وكاين السردين الحمد لله كثير في المغرب. الاستهلاك ديالو زياده على الشمس، زياده على المواد اللي قلنا غنيه، غتخلي الجسم يكتسب واحد الكميه مهمه من فيتامين دي. بالنسبه للناس اللي كيشعروا بانهم عندهم اعراض من هذا الشيء ذكرنا ديال فيتامين دي، احسن حاجه هو يعبروها باش يتم التعويض ديالهم بالعلاج، يتم التعويض ديال داك النقص اللي كيكون على واحد المده كتراوح ما بين 3 شهور حتى 6 شهور، كتخلي الجسم يكتسب واحد الكميه لا باس بها من الفيتامين. الفيتامين دي كما شفنا ماده مهمه للجسم، الاكتساب ديالها الطبيعي ممكن عبر الشمس وعبر التغذيه، ولكن الا كان نقص ولا بدا من الزياده فيه ممكن حتى هو بطريق العلاج. ولهذا الانسان تيخصو يعبرها مره باش يعرف واش عنده نقص ولا لا. والسلام عليكم.